طيب خلينا نبدأ على طول بالأنواع. أول نوع هو النوع فعلا اللي بيخلي ريحة النفس حلوة، وده اللي حضرتك بتشتريه من السوبر ماركت أو الصيدلية من غير روشتة. ريحته حلوة، بيقتل شوية بكتيريا، بيخلي ريحة النفس حلوة وبيديك إحساس بالنظافة، بس ده طبعا تأثيره مؤقت، ساعتين وكل حاجة بترجع زي ما كانت تاني. تاني نوع وهو النوع العلاجي، وده اللي طبعا الدكتور بيكتبه في روشتة، وده طبعا اللي بيحتوي على مواد فعالة زي الكلورهكسيدين وزي الفلورايد وزي الزنك، وده طبعا الدكتور بيوصفه او احنا بنستخدمه في حالات زي مثلا التهابات اللثه، او احيانا بعد بعض حالات الخلع او تنظيف الجير، واحيانا مع حالات الفم الجاف المزمن. بس اكيد الغسول العلاجي ده او المضمضه العلاجيه دي مش مكمله طول الوقت، احنا بنستخدمها لمده اسبوعين او على حسب ما الدكتور بيوصفها فقط. يبقى كده ملخص الفقره اللي فاتت، احنا عندنا نوعين من الغسول، نوع عادي طبيعي ما فيهوش مواد ذات تاثير على البكتيريا قوي، وده اللي بيخلي ريحه النفس حلوه، وده اللي بنشتريه عادي من غير روشته. النوع الثاني وهو العلاجي، ده اللي الدكتور بيوصفه في روشته، وده علاجي وبنستخدمه لمده محدده الدكتور بيحددها او اقصاها اسبوعين، وده له تاثير على بكتيريا الفم طبعا، وبيبقى فيه مواد زي الكلورهكسيدين او الزنك او الفلورايد.